الحمد لله دائما وابدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طمنوني عليكم. انا عارفه ان في ناس كتير موضوع الزلزال اللي جه فجأة ده مأثر عليها لحد دلوقتي، بس لعل وعسى تكون رسالة يعني من ربنا للناس علشان تتعظ، وان في اقل من ثانية قادر يخسف بينا الارض، فالحمد لله على لطفه وكرمه. والمهم وحشتوني قوي من اخر فيديو، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. يا مساء الانوار، نورتوني وشرفتوني في قناتي. صلى على الحبيب كتير، اللهم صل وسلم وبارك على شفيعنا سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بصراحة أنا ما كنتش فاضيالك يا يوسف يا حسيني علشان أرد عليك، وقلت أجل الرد لوقت رؤى. بص، إحنا أساسا لا بناخد تصريحات منك ولا بنعتبر كلامك من يوم ما عملت خبور اقتصادي وكلمتنا عن الدولار. فاكره؟ احنا فاكرين مش ناسيين. عايز كل شوية تبقى ترند، انت خلبوس انا عارفاك، بس طالما جبت سيرتنا احنا الشعب يا حسيني، الشعب الفنجري اللي بيحب يتبسط، فلازم وحتما ارد عليه. اولا يا حبيبي كده، الصينيون ما اكلوش خفافيش وعناكب واي نيلة سود على دماغهم إلا بسبب مرور بلدهم بظروف كتير، أهمها المجاعات المهلكة المتكررة اللي خلتهم يدوروا ويبحثوا عن أي مصدر للغذاء علشان يعيشوا. بعد كده مع مرور الوقت ده بقى موروثاتهم وثقافتهم الشعبية، وكمان هم لاقوا في بعض الحاجات اللي بياكلوها دي فوايد. شفت سبحان الله، خلتهم يدخلوها في الطب الصيني التقليدي كمان. قياسا على ذلك كان جهل مطلق منك انك تتكلم عن شيء انت لا تعلم عنه حاجة، لا وبتقيس سبب المجاعات دي بحال الشعب المصري دلوقتي. مصر اللي كانت أمان لكل المنطقة ومصدر الإنقاذ لجيرانها في عهد سيدنا يوسف، وكانت مصر سلة غذاء العالم، وكانت خزائنها خزائن الأرض، الخزائن اللي طلب سيدنا يوسف من ربه أن يجعله مقيما عليها، فهو حفيظ عليم. وعايزة أقول لك معلومة، إن الدول والكيانات الكبرى لا تبنى بجوع الشعوب، أمال بتبنى بإيه؟ طبعا بالمشاريع الاقتصادية العملاقة والحكومات الداعمة، الحكومات الواعية. الدول الكبرى لا تبنى اقتصادها من جيوب المواطنين وتهمل كافة مواردها. الصين اللي بتتكلم عنها مش بتعاير شعبها الملياري بعدده، بالعكس هي استغلت ده ووظفته لصالح بناء اقتصادها. بكين استغلت العمالة الرخيصة وجذبت الاستثمارات الأجنبية وأنشأت مناطق اقتصادية خاصة لتصبح مصنع العالم كله، وبعد كده تحولت إلى تاني أكبر قوة اقتصادية عالميا وخوفت أمريكا نفسها. والله بقولك معلومات كان المفروض تذاكر كويس قبل ما تقول تصريحات زي كده. الشعب المصري يا حسيني اللي بتتكلم عنه ده استحمل كتير وصبر مع حكومات مختلفة ووعدته بالرخاء والعدالة والحرية والعيشة كويسة، وللأسف ملقاش حاجة خالص، وقام بثورات وعمل تفويضات ونزل وملا الشوارع وضحى بعياله، واستحمل الذل والمعايرة والدعم، واستحمل غلاء كل شوية وزيادات ورا بعضها في أسعار المحروقات، ده غير الكهرباء والمية واللحوم والخضار ولقمة العيش ونقص الأدوية واضطرابات وفشل في التعليم والصحة. أقولك إيه ولا إيه ولا إيه؟ ده غير ملايين اللاجئين اللي يعني أسموه في سكنه وخدماته، الشوارع والمدارس والتعليم وقوته وبنيته التحتية. البنية التحتية دي اللي تم إنشائها بضرائب بندفعها لحد دلوقتي. الشعب اللي استحمل وتحمل عجزه عن الوفاء بمتطلبات عياله وأبسط حقوقه وقوت يومه علشان بلده تفضل مستقرة. ده الشعب اللي جه عليه اليوم ان واحد زيك يعايره ويقوله انت مش مستحمل ليه. عايز اقولك ايوه احنا شعب فنجري، ويوم ما بنتفنجر من جيوبنا وشقانا وتعبنا، مش من جيب سيادتك ولا جيب حد، وبندفع تمن الفنجرة دي أضعاف مضاعفة في ظل حكومة سايبانا للتجار تنهش فينا براحتها. لله الأمر من قبل ومن بعد. وعايزة أقولك من لا يرحم لا يرحم. الناس على آخرها ومش ناقصينك، شوف لك حاجة تانية تكلم فيها أو حاجة تعملها بعيد عننا، لأن بصراحة مش لايق عليك دور المذيع
والهلفطه اللي عمال تهلفطها من وقت للتاني عايزه اقولك الكيل طفح ومش ناقصاك. وكده خلاص خلاويص خلص الفيديو والترند بتاعنا النهارده. اشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك اللي بيرفع الفيديو، وزي ما انتم عارفين اللايك ببلاش، واللي لسه مشتركش بالقناه ينزل بسرعه ويشترك عشان يوصل له كل جديد بنزله. باي باي.